خلاص كده الاهلي كده بيجي كده الطياره وخلاص هيلعب ماتش بورتو لو مش تحصيل حاصل الا بقى ان حصل بقى هو فاز على بورتو 3-0 او وبالميراث كمان يفوز على انتر ميامي. يعني الموضوع ملخبط شويه الأهلي، بس ده مش جديد يعني. الاهلي دعم خطوط وجاب لعيبه وصفقات، خد من الزمالك وجاب لعيبه، وكله مش جديد على الاهلي يعني. احنا عارفين اللي بيحصل ايه، بس عادي يعني. بس ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه العدل. لو رجعت ورا شويه هتلاقي ماتش القمه، شوف الامور اتدارت ازاي. ترجع ورا شويه تشوف الاعلان بتاع عربيه الاسعاف، تلاقي الامور اتدارت ازاي. تلاقي ماتش بيراميدز والزمالك الكاس، لعب الساعه 8 والناس صايمه واللعيبه فطرت في الملعب وقاموا لعبوا. فالامور كلها ما هتلاقيها هي لازم تمشي كده. لو الاهلي معاه مورينيو، هو الاهلي جايب المدرب ده. المدرب ده احنا شفنا محمد بن رمضان راجع كده، هتلاقي محمد بن رمضان اللي بيديله التعليمات. فده مش موضوع يعني عارفين ان ده هيحصل. والاهلي يوم ما يصعد، هيصعد من دور ال 16 ويشيل له 4-5. اصل ده مش الهلال السعودي. شفنا الهلال السعودي احنا قنوات ماشيه من مصر، تحس انها ماشيه مش رايحه تغطي حدث، ولا رايحه مكايده. شفنا احمد شوبير بيطلع الاهلي ودرجه حراره واحنا مش عارف يا ناس، ومش ايه يا عم، انت مش رايح تغطي بطوله والله، ده انت كده رايح تكيد الزملكاويه بس. فالموضوع حدث ولا حرج يعني. في النادي الاهلي لو جابوا له مورينيو هيفضل كده.